تمام. نرجع اقول لكم بس للسياحه واللونج ايلاند. تجربه، انا من ساعه ما جيت لكم في البرنامج انا عمال لكم تجربه جديده، تجربه عمال اعيش تجارب عماله بعيش تجارب يعني بس دي بجد تجربه حلوه، بس بعيشها معاكم، والحقيقه تجربه حلوه، وكان نفسي فعلا ان انت تكوني معايا المره اللي جايه ان شاء الله. يعني انا سمعت ان في ايفنت او في مهرجان فيستيفال، ايوه، معمول لقريه فرعونيه. انا ما كنتش عارفه حدود الموضوع ايه بقى بالظبط. كنيسه وعاملين قريه فرعونيه، ويوم ويومين في السنه على اسبوعين، يعني دي كل معلوماتي. بس لاني طبعا بموت في اي حاجه فيها مصر فجريت. تمام. مش عارف بعيد، هي في الثلث الاخير بتاع يعني سواقه قد ايه كده حنان؟ سوقتي قد ايه عشان تروحي؟ مش انا اللي سوقت، طارق اللي ساق. كنت مش عارفه الوقت. لا المسافه بعيده، مسافه كبيره، 3 ساعات سفر، مسافه سفر. تمام. لكن الحمد لله ان انا رحت. اليوم ده كان فيه اللي هو الجو كان سيء جدا، لو تفتكري في الويك اند اللي فات ايوه، كان الناس كلها قاعده في بيوتها وخايفه، وانتي رحتي وانا رحت. الجو كان رهيب يعني، السكه كانت، بس السكه كانت فاضيه حلوه يعني، عارفه. الحمد لله في جانب ايجابي، في جانب ايجابي، والناس خايفه. ما اجمل. فانا رحت. الحقيقه بقى يا استاذ طارق انه انا يعني نفسي ان انت تروح تشوف الكلام ده. طب ما قلتلناش ليه؟ كنا جينا معاكي. بقول لكم المره الجايه كل سنه بنعمل كل سنه. اللي قال لي الاستاذ مجدي دوس، الباشمهندس مجدي دوس، هو المسؤول عن الانشطه في الكنيسه، وهو يعني راجل برضو له انشطه كتيره في حب مصر، وبيحب مصر جدا، وفيديوهاته مغرقه الدنيا، حاجات سياحيه كتير قوي. فهو اللي قال لي على الايفنت، وانا ما صدقت وجريت. هتشوفي بقى. انا طبعا عايزه اقول بس ان في حاجه، ان احنا كان لنا لقاءات كتيره، احنا بنصور من الصبح لغايه بالليل، فده تقرير صغير عن بعض الحاجات بسرعه، عشان احنا مش عايزين نحرق لهم الشوهات اللي هم بيعملوها، فما اقدرش اجيب كل حاجه. بس هنقدم تقرير تاني، وفي مقابله مع القمص، سياده القمص جرجس تدرس، وده راجل الحقيقه اوبن مايند، وراجل يعني مخلي الكنيسه بتاعته، بالاضافه طبعا منطقه اللونج ايلاند بتختلف، الكنيسه كلها بناسها بصراحه، حاجه تفرح، حاجه جميله. نشوف مع بعض نلخص هذا الموضوع. لا مش هتشوفيه كله، هنشوف المره دي جزء، والمقابله اللي انا عملتها مع سياده القمص جرجس تدرس هنشوفها الحلقه الجايه باذن الله. نشوف مع بعض. حلو قوي، جميل. الله عليك. مساء الخير اعزائي المشاهدين، ومن كنيسه سانت برام في منطقه اللونج ايلاند بنيويورك. مكان حقيقي جميل جدا، قريه فرعونيه. تعالوا نتفرج مع بعض. Right this way, everyone. Please follow us.
Nothing at all. I'm the pharaoh. I didn't do a thing. Didn't lift a finger. It's all my workers. Right? No, it's the workers. Pharaohs don't work. They live the good life. That's what I do. Please follow us to our next site. Right this way, everyone. Follow us. He was one of the youngest pharaohs to rule over all of the land of Egypt at the very young age of 9 years old. Please watch this video about the fascination of that afterlife. My name is Mark. I play Ramses II in the Egyptian Time Machine. Hi, my name is Caroline. I play Queen Nefertiti in the Egyptian Time Machine. My name Yaqub. I make the mayor for the village. Okay. Alhamda, yes, and Mayor. Can you tell us a little bit about what's going on today? So basically, it's called the Egyptian Time Machine. So the people have been transported from the 21st century, basically today. We transport them back to 2500 BC, and we take them through various stages throughout Egyptian history. We take them to the pyramids of Giza. We take them to the tomb of King Tut. We take them to the temple of Hatshepsut. We take them to Abu Simbel Temple for King Ramses II. And we take them to our own version of a Egyptian village from the 1900s, where we give our people some samples of food and some samples of authentic Egyptian music. الجو الفلاحي ده تحفة، كردان والحلع والمنديل ابويا حتى الشبشب كل حاجة كله مصري. جايبة الحاجات دي منين؟ الحقيقة التيم بتاعنا بتاع التمثيل هنا في الكنيسة هو اللي جاب الحاجات كلها من مصر. الأجانب لما بيشوفوا الكلام ده ايه رد فعلهم؟ الحقيقة منبهرين جدا ومبسوطين جدا، لأن بيتعرفوا طبعا على الكالتشر بتاعتنا، وبيعرفوا ان احنا يعني لينا اساس عريق جدا جدا يعني. فطبعا احنا كمان براود ان احنا نوري مصر للاجانب ونعرف بلدنا على الاجانب ونوريهم قد ايه عراقه التاريخ بتاعنا. بس هقول لك على حاجه، هم يعرفوا عن الحضاره الفرعونيه كده، لكن يعرفوا عن الفلاح الجو ده جديد. ده جديد طبعا، ما هو ده اللي احنا طبعا يعني حبينا ان احنا نوريه السنه دي. حبينا كل سنه يعني بنقاد طبعا حاجه للمعرض، ودي كانت حاجه جديده السنه دي، الفولكلور اللي هو الفلاحي يعني بتاعنا. قولي لي بقى اللبس والمقشه، حكايه المقشه دي انا شايفاكي طبعا تحت عامله جو مبسوطه. كنتي مبسوطه تحت؟ مبسوطه. قولي لي، بيقولوا ان هم هيعملوا مسرحيه هنا تبع الكنيسه، هتشاركي فيها؟ معرف. هي جزء كبير منها. احنا بنعمل مسرحيه عباره عن الهيستوري بتاع مصر اللي احنا كلنا فخورين بيه، وبنحب يعني نظهره في كل مناسبه، وده جزء من حياتنا. احنا طول عمرنا بنفتخر ان احنا مصريين، فاحنا بنحب نشارك في اي عمل نكون يعني مدي صوره حلوه قوي عن مصر. أنا دايما مسؤول عن الأنشطة في الكنيسة، الرحلات، الفان ريزنج. بحاول أساعد الكنيسة على قد ما بقدر عشان نقدر نبني في الكنيسة والأجيال التوسيعات بتاعتها، ونساعد الأجيال اللي طالعة وكده، وتبقى دايما الكنيسة دايما مفتوحة لكل حد.
الاخ سامح من الناس اللي انا بحب قوي وانا بشكر فيهم، مع انه انتوا تيم واحد. لا انتوا تيم واحد، انا لسه كنت هكلمه. هي مجروحه شويه. يعني احنا قاعدين هنا، حضرتك مسؤول الانشطه وهو مسؤول الانشطه، انت ماسك الميديا وهو ماسك الرحلات، صحيح؟ فانتوا تيم ورك يعني. تيم ورك. هو بس هو يعني هو انسان طيب جدا جدا ومحبوب، كلنا محبوبين، بس هو يعني بس هو زياده شويه. فرصه سعيده جدا وشكرا على هذا اللقاء، ونشكر كل الناس وشكرا على وجودك معنا في هذا اللقاء. انا اللي بشكركم، ودي كانت خبره جديده عليا تماما. بقالي سنين طويله قوي عايشه في البلد هنا، لكن اول مره اشوف حاجه بالشكل ده الحقيقه. وشكرا للاستاذ مجدي دوس، طبعا انا بشكرك جدا. متشكرين على وجودك معانا. انا بس قلت لك ان في فيستيفال ما كدبتيش خبر، قلت انا جايه، فهي كانت منك انت اكتر مني في الحقيقه. اي حاجه مصريه يعني، انا حتى لو الحاجه دي في ولايه ثانيه هروح وراها. لا دي حقيقه. انا قلت لك بس كلمه وانت قلتي انا جايه، يعني ما قلتكيش لو سمحتي لا، ده انا قلت كلمه وقلت اني جايه. انا مصريه زيكم برضه. ما طبعا يعني متشكرين جدا على مجيئك، واحنا تشرفنا بيك وبالاخ طارق. راجل حبيب لينا يعني، وبيتعب معانا، هو ورا الشاشه لكن جهد المجهود يعني، بس يعني بيقوم بدور جميل قوي طول الوقت، شايل الكاميرا وبيتعب من اجل ان هو يطلع صوره حلوه. هو جاي برضه بحب طبعا، زي ما انا حضرتك قلت لي انا ما كدبتش خبر، هو كمان ما كدبش خبر. يعني انا برضه احنا مش هنقعد نشكر في بعض. وفي الجو كمان الصعب ده، يعني كان في ناس ما خرجتش من بيتها، لكن ما منعناش الجو ان احنا نيجي نقابل الناس الحلوه دي. والحمد لله ان الجو ما قعدنيش، لاني كنت هخسر كتير قوي قوي لو ما جيتش النهارده. احنا متشكرين وان شاء الله. وتحيا مصر. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر 3 مرات. شوقتينا بالتقرير ده حنان على فكره. احنا عايزين نشوف اكتر ونعرف اكتر. شفنا لقطات صغيره، يعني انا بالنسبه لي يعني اخدت فكره عن اللي بيحصل، بس اشتقت شويه ان انا عايزه اتفرج. اخدتي فكره ايه؟ ده انا عايزه اقول لك الجو بس الفلاحي والفطير والخبيز كانوا بيعملوا فطير فعلا وبوابير. ايوه الله جميل. انا بقى بقول لكم على فكره، ده بيبقى يعني يا ريت تتابعوا الكلام ده. هو بيحصل على مدى اسبوعين في نفس الميعاد ده سنويا، يعني في اخر شهر 9. ده الكلام ده شغال بقاله 27 سنه، تخيلي. واحنا ما نعرفش. لا بجد احنا محتاجين اننا نشارك في الحاجات الجميله دي، ومحتاجين ناخد اولادنا عشان يعرفوا مصر ويتعلموا ويعرفوا الريف المصري شكله ايه، والفراعنه والتاريخ وحاجات كتيره جدا. بالمناسبه كان وفي باقي للتقرير هيتكمل معانا. لا في بواقي وفي حاجه، برغم بعد الكنيسه هي اسمها كنيسه سانت برام في لونج ايلاند، الا كان في ناس من مناطق تانية، وكان في مسلمين، ده مش معناه، وكان في بالتاكيد اصل احتفاليه كبيره جدا، وهم عاملينها مش عاملينها على المصريين، هم عاملينها للاجانب بالتاكيد. يعني هو قال لي لو على بالليل شويه تيجي بقى شوف الاجانب هم بيجوا، تاني يوم الحد بيبقى احنا رحت السبت، فهم عاملينها دعايه لمصر وحب لمصر، حاجه مصريه خالص مالهاش دعوه باي حاجه. جميل. خلينا في ختام حلقتنا النهارده نسال استاذ